القديم منها القصيدة اللي يقول أنا ما بلاي إلا من أصحاب خدمة شيء، هل له جهني المواجيب سحاجة تكابر سوالفهم وتضحي ضحاح وفي لأجل لزوم الصدق ما تقضي الحاجة قصارا عن الواجب وتطوي رداها طي تشره ولا تسره وتوعد ولا تواجه الأنذال عادتها الردى والكلام السيء طبوع أسنتهم مصيبة الشسين من عاية لهم منطق يكوي صحيح الضمائر كي يسب الحسد مصدورهم نار وهاجة ونوصيك عن مدة ردي السجايا عي قدم لا خلي مدته قدمك الهاجة ونوصيك عن مدة ردي السجايا عي قدم لا يخلي مدته قدمك الهاجة ولو انك تعيش بصحصح المحسن مخلي يعوضك على الانال سيرك مع فجاجه وانا وين بلقلي على الجود يلد الحي على منهج الامجاد للمجد منهاجه صميده علاج العلم عند الرهين ري مقر مروع عند من جاه واحتاجه صميده علاج العلم عند الرهين ري تلمح شوار الطيب من لمح تحجاجه صديق صدوق لو وقف ما مداه شوي مقر مروع عند من جاه واحتاجه. في قصيدة مشابهة للقصيدة هذه يقول أنا ما بلاي اليطاب في الله أنا ما بلاي اليطاب في الله شو بقت من طول الليالي يرددها. من هي هذه بنفس الوقت لكن أنا ما أقولها. إيه هذه يقول فيها الحدث من قطر ما أدري وش حصل فيه وقلت يا فداك ضرس القصيدة ما هي قصيدة هذه بيتين يقول يا فداك ضرس من ضروسي شلعته شلع الحمد للشايب اللي مربيه عن منصب سود الليالي قلعته وجاه البلا من واحد واثق فيه وادرت صريحه وهي ما منفعته وامس على ما فات له يصف يديه. رجعنا ما صار شيء الحمد لله والشكر ما صار فيه اي هذا ودخلت بالاسكانه تلقاه عند واحد من اخويانا ورتب معي شايب الله أعلم أنها نزي العصر وطلعنا من المعسكر جاء والله نعلمني بالقصيدة هو نفسه الشايب قال والله ما أدري أنا سمعت قصيدة في الحدث اليوم يقولون يا ذاك درس من دروس شلات حمد الشايب اللي مربيه والله الشاعر أنا ما أدري متى جت القصيدة أنا وياها أنا بنفسي وقتها ضحكت وسكت أنا والله ما أبو محمد أقرب قصيدة لك لقلبك وترددها داي أسلم من قال سالم يقول أنا خويل على الطيب مبداه على أني طبعه وهذه الرسالة دنوه فوجود ما بهم رواه عون الصديد اللي أنا صاه عناله عند الولي ما غطت ترى ما حداك تيمة لا تدارج محاله أنا أشهد أني شبوح بالي الشرواه راعى المروة ولو فوق جماله ولا الردي عندي بفعلهم جازاه أنا الفراق بلغثاه وجداله والتاي هذه منهج الحق مرضاه ما انت رضاه لا تزايد اخباره لا تعارضه بالراي خلك بعمياء خله بعمياء ولا سأل حاول تجاهل سواله خل المعاني بنفخة الدرب يقول يا هذا الشعر من ما يكن الجاش بديت البيوت وحاضر الفكر رايدها ضميري على جذر المعاني سقي المعطاش على ما يبي لمن بداها يعبدها وانا في زمان مسنه الشارد الهواش لعب في كنين القلب والنفس جاهدها وما بين النسيف ومس الكور للمطراش ذلولي من احداث الدهر كل ساعدها وانا في زمان كنه الشارد الهواش لعب في كنين النفس في كنين القلب والنفس جاهدها وانا ما بلاي ألا اللي طاب في اللاش وقت من طول الليالي يرددها الأنذال لو طاب الأنذال عادت الردى والقلوب وشاش ولو قد طابت ما تخلي عوايدها الله يعيننا وإياكم من الشر. صح لسانك صح لسانك. هذا القصص يقول عسى الله يجيب اللي شافه الصياد يطير عماسه والتكاليف ينساها تقود المنايا للهدف والسهم ينقاد من الصادق اللي ما تاوق مرماها لدندنة تقلنها صادق الرعاة تغيث القلوب اللي شق الصيد يرعاها تعوق الطلائع من في المهاج سراد ندبعها بشر بالشباب من توحاها.